نور السيد هو اللي داخل ولا حسن جمعة. حسن جمعة يلف الكورة بالقدم اليسرى تروح على يمين عبد الواحد السيد. حسن جمعة بالقدم اليسرى واخد مفيش خطوتين عن الكورة بس، ونور السيد هو كان الأقرب للتسديد. يلف الكورة بالقدم اليسرى هناك في الزاوية اليمنى العليا لعبد الواحد السيد. الكرات الثابتة وأهميتها في تغيير وتعديل كثير من نتائج المباريات. ادي عبد الواحد السيد قدامنا، وادي الكابتن انور سلامة المدير الفني تاني بنتابعها مع حضراتكم. وادي حسن جمعة فين فيها لولبة وفيها تقويصة، راح معاها عبد الواحد لكن الكرة كانت خلاص عدت وهزت الشباك. هدف اول لفريق الجونة في الدقيقة 13 من زمن الشوط الاول. امام جعفر بالكعب الحازم، امام كمل حازم خطر يعملها لبره لشيكابالا. شيكابالا يدرك التعادل، شيكابالا يدرك التعادل. حازم امام تبديل الثاني للكابتن حسام حسن، يدخل من ناحيه اليمين منطقه ال 18 ويلعب الكره لبره لشيكابالا اللي واقف لوحده تماما، يلعبها على يمين عبد المنصف ويسجل هدفه العاشر ليعتلي قائمة الهدافين حتى الآن في مسابقة الدوري، وهدف التعادل لفريق الزمالك. شيكابالا في مباراة وادي دجلة بيعود للتهديف من جديد فين في الأسبوع ال20، وادي إعادة الهدف. حازم إمام لشيكا اللي بيلعب على طول ويهز شباك عبد المنصف، تتلعب على طول داخل المنطقة والرأسية وصامويل أوكران. صامويل أوكران يعود بالتقدم من جديد، يعود بالتقدم من جديد للجونة. حسن جمعة عامل مشترك يعمل الركلة الحرة يعلقها عالية، وصامويل أوكران اللي عامل مباراة كنت لسه بتكلم مع حضراتكم وبقول عامل مباراة طيبة جدا في وسط ملعب فريق الجونة، يطلع ويعملها على يمين عبد الواحد السيد ويعود الجونة للتقدم من 2-1 على الزمالك. ادي صامويل أوكران اللاعب الغاني، ضربة مرمى للجونة، عبد المنصف واقع على الارض. وادي تاني الهدف بنتابعه مع حضراتكم من اكثر من زاوية.